السلام عليكم. السعودية تغرق وأمريكا تحترق. مقطع انتشر في برامج التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي واستفزني، ويظهر من خلال المقطع تضخيم الأمور التي تحدث في منطقتنا وفي العالم، حتى يظن البعض بأن ما حصل يفوق الواقع آلاف المرات. في الأسبوع الماضي هطلت أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتسببت هذه الأمطار بجريان بعض الأودية والشعاب، وتم تصوير العديد من المقاطع ونشرها في برامج التواصل الاجتماعي، حتى توهم البعض بأن المملكة العربية السعودية قد غرقت بأكملها. كذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حصلت فيها حرائق في ولاية فلوريدا، ولا زالت هذه الحرائق مشتعلة حتى الآن، وانتشرت العديد من المقاطع حول هذه الحرائق التي تظهر الأضرار الجسيمة التي حدثت في المنطقة. لكن هناك من ضخم هذه الحرائق وأظهرها يعني أشكال مختلفة، حتى ظن البعض بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد احترقت بأكملها. شفنا مقطع المنزل الذي لم يحترق رغم وجوده في منطقة قد التهمتها النيران، ورأينا الإشاعات التي انتشرت حول هذا المقطع بأنه لشخص مسلم وغير ذلك من الإشاعات، والحقيقة بأن هذا المبنى اللي راح نشوفه في الصورة الآن يعود لشخص أمريكي استخدم في بنائه مواد عازلة ومقاومة للحرائق، ومقاومة أيضا للكوارث الطبيعية التي تحدث في المنطقة. لذلك رأينا بأنه هو المنزل الوحيد الذي لم يتضرر من هذه الحرائق. راح أحط لكم المقطع اللي استفزني ونكمل الحديث عنه بعد ذلك. مثل ما شفنا يا اخوان من خلال هذا المقطع، ما نصدق كل ما ينشر في برامج التواصل الاجتماعي وفي مواقع الانترنت، فبعض الامور او غالبيتها يتم تضخيمها وتوجيهها لخدمة اغراض معينة. فنرجع ونقول دائما اذا بغينا ناخذ الاخبار ناخذها من مصادرها الموثوقة، ولا نصدق كل ما يتم تداوله في برامج التواصل الاجتماعي. تحياتي للجميع.